السلام عليكم حبايبي واخواتي تالتة اعدادي في كل مكان. احب ابارك لك على نجاحك وان شاء الله متفوقين دايما، واللي جايب درجه مش عاجباه تقلقش يا بطل، انا جنبك ومعاك ونعوض في الترم التاني. قصتنا النهارده عن درس ثوره 23 يوليو 1952. الثوره دي اللي شقلبت تاريخ مصر خالص، واللي شقلبت تاريخ الدول العربيه وكان ليها تاثير جدا على شعوب العالم كمان. ايه ده يا مستر للدرجه دي واكتر كمان من كده، وهنعرف ازاي مع بعض في الدرس. يلا نبدا مع بعض. ثورة 23 يوليو 1952 اللي عملها تنظيم اسمه تنظيم الضباط الأحرار. ايه ده مستر؟ ايه التنظيم ده؟ التنظيم ده من الآخر كان عبارة عن شوية ضباط مصريين عملوا شلة مع بعض. الشلة دي سموها تنظيم الضباط الأحرار، اللي عملها ضابط كلنا عارفينه اسمه جمال عبد الناصر. الشله دي يا مستر اتعملت ليه؟ الشله دي اتعملت عشان خاطر حاجتين، اول حاجه عشان تقضي على القرف وعلى الفساد اللي كان موجود في مصر، تاني حاجه عشان تخلي مصر حره مستقله بعيد عن الاحتلال البريطاني اللي احنا كنا متكلمين عليه في الترم الاولاني. ازاي التنظيم ده كان سبب الثوره؟ بص يا معلم، الضباط الاحرار صحوا من النوم الصبح يوم 23 يوليو وراحوا سيطروا على اهم الاماكن في القاهره والاسكندريه، وبعد كده راحوا سيطروا على دار الاذاعه المصريه. ايه ده مستر؟ اشمعنى دار الاذاعه المصريه؟ هقول لك راحوا سيطروا هناك عشان هناك لا كان في تلفزيون ولا كان في سوشيال ميديا. امال يا مستر؟ هقول لك ما كانش في ساعتها غير الراديو، فراحوا سيطروا على دار الاذاعه المصريه علشان خاطر يطلعوا بيان. البيان ده اللي كان كاتبه يعني كان باسم اللواء محمد نجيب، اللي هو ساعتها كان قائد الجيش، كبير الجيش، الباب بتاع الجيش، قائد العام للقوات المسلحه. اللي قال البيان ده بصوته كان اشهر صوت في مصر ساعتها، وهو محمد انور سادات. قد قمنا بتطهير انفسنا وتولى امرنا داخل الجيش رجال نثق في قدرتهم. السادات مسك المايك وراح قال حاجتين. اول حاجه يا فاروق، كده مستر اللي ماسك مصر كان فاروق؟ هقول لك يا فاروق احنا مخنوقين منك ولو سمحت امشي بره مصر. دي اول حاجه، وتمشي بره مصر وقدامك 3 ايام وتمشي قبل الساعه 6. طب يا مستر ثواني، هو هيمشي ويسيب الحكم مفيش حد قاعد فيه؟ هقول لك لا، هيسيب الحكم ويتنازل عن الحكم لابنه احمد فؤاد الثاني. طب يا مستر فاروق ما عاندش وقبل كده على طول؟ هقول لك طب يا مستر ايه السبب اللي خلى فاروق ان هو ينفذ الاوامر؟ هقول لك عشان خاطر 2 ادرك. اول حاجه ادرك ان الجيش والشعب بيكرهوه ومش طايقينه ومحدش هيقف جنبه. تاني حاجه ان هو ادرك ان الانجليز حبايبه واصحابه اتخلوا عنه وقالوا له ملناش دعوه بيك، فعلشان كده هيمشي ويسيب مصر. طب يا مستر ثواني، انت قلت لي ان الثوره دي شقلبت تاريخ مصر، ليه يا مستر؟ هقول لك عشان خاطر الثوره دي كان ليها سبب وكان ليها اهميه كبيره. الثوره دي كانت تكمله لحاجات من قبل كده، من الترم الاولاني يا ريس، من الترم الاولاني من ايام الثوره العرابيه، وبعدها ثوره سعد زغلول، ثوره 1919، ودي كانت تكمله ان احنا نطلع بريطانيا من مصر. طب يا مستر الثوره دي قامت ليه؟ هقول لك عشان خاطر كان ليها 6 اسباب. 6 اسباب كانوا للثوره. اول حاجه الاحتلال البريطاني. فاكر لما خدنا الترم الاولاني معاهده 1936؟ جميل، خليها معانا هنحتاجها كمان شويه. طب فاكر اخر حادثه اتكلمنا عليها وهي حادثه 24 فبراير 1942؟ ايه يا مستر الحادثه دي؟ الحادثه دي اما بريطانيا راحت حصرت قصر عابدين اما كان قاعد فاروق جوه. كده مستر ايه السبب؟ السبب ان بريطانيا طلبت من فاروق ان هو يعين مصطفى النحاس، ولكن فاروق فضل يماطم وقال لهم انا في الحمام ومش فاضل. ده كده اول سبب. تاني سبب وهو فساد النظام الملكي، ان الملك فاروق كان ملك ظالم وفاسد، زائد كان في كتير من الرشا. ايه ده يا مستر؟ ايه هي الرشا دي؟ الرشا دي اللي هي الرشاوي. الرشاوي ساعتها كانت ماليه مصر. ثالث سبب عندي هو عدم وجود حياه ديمقراطيه، ما كانش في حريه راي خالص في مصر. ايه ده مستر ليه؟ هقول لك يا معلم، في احتلال تمام والنظام الملكي اللي هو بتاع فاروق فاسد، يبقى ازاي هيبقى في حياه ديمقراطيه؟ فما كانش في حياه ديمقراطيه خالص. رابع سبب معانا وهي هزيمه الجيش المصري والعربي في حرب فلسطين 48. الجيش المصري والجيش العربي حصل له نفس اللي حصل لكروان مشاكل في فرحه، وانت اكيد اتفرجت وشفت اللي حصل. ايه ده يا مستر اللي حصل؟ هقول لك الجيش العربي من الاخر اتدغدغ في الحرب دي علشان هو ما كانش مستعد اصلا للحرب. ده هم قالوا له مره واحده يا جيش يا عربي في عركه، فقال يلا بينا، فاتدغدغ الجيش العربي في الحرب دي. زائد تاني حاجه
تمام، وهي ان الولايات وان بريطانيا هم الاتنين كانوا بيساعدوا اسرائيل. يبقى انا عندي سببين، دعم وعدم. دعم الولايات وبريطانيا لاسرائيل، وعدم استعداد الجيش العربي للحرب. خامس وسادس سبب الاتنين بيبداوا بكلمه سوء الاوضاع الاقتصاديه في مصر وسوء الاحوال الاجتماعيه في مصر. نبدا اول حاجه بسوء الاوضاع الاقتصاديه. مصر كان اقتصادها رايح في 60 داهيه. ايه ده مصر؟ ليه؟ هقول لك، فاكر اما اخذنا معاهده 1936؟ طبعا يا مستر انا مش فاكر، انا اصلا اخدت الاجازه وكبرت دماغي من المنهج خالص. هقول لك بص يا معلم، تعالى افكرك. معاهده 1936 كانت بتقول ان بريطانيا لو دخلت حرب عالميه ثانيه المواني والمطارات بتاعت مصر في ايد بريطانيا. فالمهم بريطانيا دخلت حرب عالميه ثانيه، وعلشان كده مصر اكنها بتحارب بالظبط مع بريطانيا في الحرب دي، فبالتالي كل الموارد بتاعت مصر تم استنزافها لغايه ما شطبت يا ريس. سادس حاجه سوء الاحوال الاجتماعيه، دي كان ليها سببين. اول حاجه ظاهره الاقطاع، تاني حاجة فساد الأحزاب السياسية. إيه ده يا مستر؟ يعني إيه ظاهرة الإقطاع دي؟ ظاهرة الإقطاع دي إن ناس يكون معاهم أراضي زراعية وإن ناس تانية معهمش أراضي خالص. يعني يا كده يا كده، مفيش وسط خالص. هو ده ظاهرة الإقطاع، ودي اللي خلت المجتمع في فرق ما بينه، إما غني وإما فقير. تاني حاجة وهي فساد الأحزاب السياسية. كنا واخدين الترم الأولاني إن في أحزاب كتير ولكن ما كانش ليها أي لازمة. ليه؟ عشان كانت أحزاب فاسدة، كانت مصلحجية، كان اهم حاجه مصلحتهم وبس، ما كانوش بيفكروا في المجتمع خالص. فده كده السببين بتوع سوء الاحوال الاجتماعيه. وثلاثه إقامة جيش قوي يقدر إن هو يحمي مصر، إقامة حياة ديمقراطية عشان يبقى فيه حرية رأي زي ما كده ما بتقول رضوى الشربيني، وإقامة عدالة اجتماعية إن يكون في عدل ما بين كل المجتمع. طب مصر الثورة دي كانت ليها فايدة؟ هقول لك كان ليها إنجازات في مجالات كتير. أول حاجة هنتكلم عليها الإنجازات في المجال السياسي. 3 إلغاء دستور 1923 اللي احنا درسناه الترم الأولاني. تاني حاجة إلغاء الأحزاب السياسية اللي ما كانش ليها أي لازمة. تالت حاجة إلغاء الملكية وإعلان الجمهورية، وهنا هيجي أول رئيس للجمهورية وهو الرئيس محمد نجيب. رابع حاجة عندي من الإنجازات وإن مصر قعدت مع بريطانيا. قالت لها بقول لك إيه، عايز أتكلم معاكي كلمتين. المهم الكلمتين خلصوا على إن بريطانيا تمشي من مصر قدام 20 شهر. طب مصر الكلام ده كان سنة كام؟ كان سنة 1954، وبكده بريطانيا مشت من مصر وخلاص. بعدها بسنتين 1956. سادس حاجة وآخر حاجة في الإنجازات السياسية وهي تأميم شركة قناة السويس. إيه ده مصر؟ تأميم؟ يعني إيه كلمة تأميم؟ كلمة تأميم يعني تحولها من إدارة أجنبية لإدارة مصرية. مش إحنا كنا واخدين إن شركة قناة السويس دي كان اللي عاملها الله ينور ديليسيبس. مين هو ديليسيبس؟ جدع بتاع المكرونة. فبالتالي كان شركة قناة السويس دي كانت أجنبية، فاحنا دلوقتي عايزين نحولها لمصرية. دلوقتي كده 6 إنجازات في المجال السياسي. ندخل بعد كده على إنجازات في المجال الاقتصادي. وما دام هسمع كلمة مجال اقتصادي هتكلم عن 3 شغلانات: زراعة، صناعة، تجارة. نبدأ أول حاجة بشغلانة الزراعة. من الآخر بدأنا إن احنا نشوف أراضي ونزرعها. تاني حاجة بناء سد، أشهر سد في مصر هو السد العالي. تم بناء السد العالي سنة 1971. طب إيه يا مصر أهمية السد العالي؟ أهمية أي سد عامة حاجتين يا معلم. أول حاجة إن هو يخزن لك المية، تاني حاجة إن هو يحميك من الفيضان عشان ما تغرقش. لا انا عارفك ان انت عايز تغرق وتبلبط، لا مش وقت يا معلم، الجو ساقع دلوقتي. بعد ما اتكلمنا عن الزراعه نيجي نتكلم عن الصناعه. اول حاجه انشاء مصانع. بنينا مصانع حديد في حلوان، مصانع اسمده س في اسوان. تاني حاجه البحث عن البترول، بدانا ان احنا ندور على البترول. بعد كده نيجي نتكلم عن التجاره. ما دام دلوقتي بهتم بالتجاره يبقى بهتم بالبيع والشراء، فبالتالي فتح اسواق عشان ابدا ان انا ابيع فيها. تاني حاجه تمصير البنوك والشركات. ايه ده يا مستر يعني ايه كلمه تمصير؟ تمصير زيها زي كلمه تاميم، زي اللي احنا لسه متكلمين عليها من شويه، اللي هي تحويلها من اداره اجنبيه لاداره مصريه. جميل ان اي شركه او اي بنك او اي حاجه اجنبيه في مصر هيتم تحويلها الى اداره مصريه بدل ما كانت اجنبيه. نيجي نتكلم بعد كده على الانجازات في المجال الاجتماعي. اول حاجه القضاء على الاقطاع، ان احنا هنبدا نوزع الاراضي صح، مش في ناس معاهم في ناس معهمش، لا هنوزع الاراضي من اول وجديد. عشان كده طلع قانون اسمه قانون الاصلاح الزراعي. القانون ده بيقول ايه؟ بيقول ان كل واحد فينا ليه 50 فدان. ايوه انت منك ليها، كل واحد فيكم هيبقى ليه 50 فدان. اي خدمه. تاني حاجه في انجازات المجال الاجتماعي وهي ان الست
ادينا لها حق ان هي تترشح في الانتخابات. يا مصر هترشح في الانتخابات؟ هقول لك طبعا، ما ده تبع المجتمع، الست تبع المجتمع، ده الست نص المجتمع، فبالتالي لازم اديها اهميه. هترشح في الانتخابات في مجلس الامه، وركز معايا فيه عشان هنحتاجه بعد كده في الدروس اللي جايه. مجلس الامه سنه 1956. بعد كده هنبدا برضو ان احنا نعمل وحدات صحيه، نحدد ساعات للعمل. ليه يا مستر؟ هقول لك يا معلم، ساعتها العامل كان بيطلع عينه، كان يقعد يشتغل 18 ساعه وفي الاخر بيقبض ملاليم. فعلشان كده عملنا قانون يحدد ساعات العمل، وان كمان لو قعد وقت زياده هنديله اوفر تايم. جميل. بعد كده عندنا في الانجازات وان احنا خلينا التعليم مجاني عشان كله يتعلم بدل ما كلكم قاعدين على السوشيال ميديا كده. بعد كده قلنا نهتم بالناس كبار السن، جدي وجدك وستي وستك، بدل ان احنا نهتم بيهم ونعمل لهم بقى معاشات عشان يقدروا ان هم يقبضوا منها، ونهتم بالتامينات، وكده نكون خلصنا المجال الاجتماعي. تعالى بقى اقول لك، لسه قايل لك في اول الدرس ان الثوره دي خلت تاريخ مصر يتشقلب. ليه يا مستر بقى؟ هقول لك علشان الثوره دي خلت ان كل الدول العربيه وكتير من دول العالم بدل ما هم كانوا محتلين ان هم كمان عايزين يبقوا مستقلين. قالوا اشمعنى مصر؟ هي مصر احسن مننا؟ لا، احنا كمان عايزين نبقى مستقلين، وعايزينك يا احتلال تطلع بره. طب يا مستر قدروا ان هم يعملوا كده؟ هقول لك ما هي مصر ساندتهم، وده كده انجازات في المجال العربي. ان مصر عملت 2 مسانده، سندت الشعوب العربيه والافريقيه ان هم يقدروا يحصلوا على الاستقلال زيهم زي مصر، وان هي سندت الشعب الفلسطيني، وده اللي هنعرفه في تاني درس تمام في الحصه اللي جايه. تكمله بقى الشقلبه بتاعت تاريخ مصر، عندي انجازات في المجال الدولي. ان مصر كان ليها دور في تشكيل حركه اسمها حركه عدم الانحياز. ايه ده يا مستر؟ ايه عدم الانحياز ده؟ بص يا معلم، كان عندي في العالم كتلتين، كتله شرقيه وكتله غربيه. الكتله الشرقيه دي اللي هي عباره عن روسيا وشويه دول، الكتله الغربيه اللي هي عباره عن الولايات وشويه دول. فالمهم اي دوله في العالم يا تكون مع ده يا تكون مع ده. فمصر قالت لك بقول لك ايه، انا لا معاكي ولا معاها، انا لا هكون مع ده ولا هكون مع ده، انا مع نفسي. فعملت حاجه اسمها عدم الانحياز، وساعدها في حركه عدم الانحياز ده دوله الهند ودوله يوغوسلافيا. واتعملت حركه عدم الانحياز في مؤتمر اسمه مؤتمر باندونج سنه 1955. وبكده نكون خلصنا الدرس مع بعض، ونتقابل في درس تاني. سلام. قصتنا النهارده مثيرة، قصتنا مختلفة عن أي قصص تانية. هنتكلم النهارده عن قصة مصر والقضية الفلسطينية. هنتكلم النهارده عن فلسطين. فلسطين الدولة الشقيقة اللي محتلة من سنين من العدو الصهيوني إسرائيل. فلسطين يعني الأرض والعرض والشرف. فلسطين مهمة في قلب كل واحد عربي سواء كان مسلم أو مسيحي. ليه يا مستر؟ أولاً عشان اتولد فيها السيد المسيح عيسى ابن مريم. تاني حاجة علشان الرسول صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج عدى عليها، فعلشان كده هي مهمة. إيه كمان تاني يا مستر؟ فلسطين كانت أولى القبلتين قبل الكعبة على طول، كانت القبلة الأولى. غير كده هي ثالث الحرمين الشريفين، فعلشان كده ليها أهمية كبيرة في قلب كل واحد عربي. قبل الحرب العالمية الأولى كان بيعيش في فلسطين عرب سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين، ومعهم شوية يهود بس كان عددهم قليل. المهم الحرب العالمية دي زي ما اتكلمنا عليها الترم الأولاني كانت بريطانيا بتحارب فيها. فمن الآخر اليهود كان بتساعد بريطانيا في الحرب، تديهم شوية فلوس، تديهم شوية أسلحة. فالمهم بريطانيا كانت فرحانة قوي من اليهود، قالت لهم يا يهود تعالوا ليه عندكم هدية. ايه هي دي؟ ان احنا يا يهود هنعمل لكم وطن. فاليهود اتبسطوا قوي، قالوا بجد اخيرا خلاص هيبقى لنا مكان يلمنا. فين الوطن ده؟ الوطن ده في ارض فلسطين. مين اللي قال كده يا مستر؟ وزير خارجية بريطانيا كان اسمه بلفور، قال لليهود احنا هنعمل لكم وطن في فلسطين، وسمي الوعد ده بوعد بلفور 1917. بعد ما خلصت الحرب العالمية الأولى، دول الحلفاء اللي هي انتصرت في الحرب العالمية قالت إن إحنا هنعمل انتداب بريطاني على فلسطين. انتداب؟ يعني ايه يا مستر كلمة انتداب؟ انتداب اللي هي زي احتلال، ان بريطانيا يعتبر هتمسك فلسطين وان هي هتبقى مستولية على فلسطين، ومن هنا هتبدأ بريطانيا ان هي تنفذ وعد بلفور.
في مصر. الكلام ده حصل امتى؟ الكلام ده حصل سنة 1917 في مؤتمر اسمه مؤتمر سان ريمو بإيطاليا. ومن هنا بريطانيا بدأت إن هي تنفذ وعد بلفور. إزاي تنفذ؟ عن طريق 2 سماح. إن هي سمحت لليهود إن هم يهاجروا من جميع أنحاء العالم ويروحوا يقعدوا في فلسطين. تاني حاجة إن يقدر اليهود إن هم يشتروا الأرض من عرب فلسطين. إيه ده مصر؟ هو في واحد فلسطيني هيبيع أرضه؟ دي الأرض، دي العرض، دي الشرف. هقول لك ما هو لو باعاش بمزاجه اليهود هتهدده وتقتله هو وعياله لغاية برضه ما هيشتروا الأرض. طب يا مستر هو الفلسطينيين ما عملوش اي ردة فعل؟ هقول لك لا، عملوا حاجتين. عملوا حاجة اسمها انتفاضة 1929، قالوا احنا مش عايزينك يا يهود اطلعوا بره. تاني حاجة عملوا حاجة اعلى شوية وهي ثورة 1936 وكانت بقيادة اللجنة العربية. المهم بريطانيا هتبدا ان هي تنفذ بقى وعدها على ارض الواقع. عملت ايه؟ راحت للامم المتحده اللي هي كانت الترم الاولاني عصبه الامم، راحت للامم المتحده وعرضت عليها قضيه فلسطين وقالت لها لو سمحت خد. فالمهم الامم المتحده قررت ان هي هتقسم فلسطين دوله عربيه، دوله يهوديه، والقدس اداره دوليه. طبعا العرب قالوا لك لا احنا دي ارضنا، دي بلدنا، مش هنسيبها لحد. فبالتالي رفضت الدول العربية ورفض الشعب الفلسطيني. طب يا مستر اليهود؟ هقول لك طبعا اليهود وافقوا وزقطتوا من الآخر وبدأوا ان هم يطردوا العرب من ديارهم. اطلع بره يا كلب. واللي ما كانش بيطلع ارتكبوا أبشع المذابح، عملوا مذابح، بدأوا ان هم يدبحوا في الفلسطينيين اخواتنا. ومن أشهر المذابح مذبحة دير ياسين. طبعا مصر ثواني كده الدول العربية رفضت، اليهود وافقوا. بريطانيا كان ايه دورها من تقسيم فلسطين؟ هقول لك بريطانيا بدأت ان هي تعمل كده، قالت لها انا ماليش دعوة. امتنعت بريطانيا عن التصويت وقالت انا بره عني، وقالت انا هطلع من فلسطين. ايه ده مصر بريطانيا هتطلع من فلسطين؟ قالت عشان انا خربتها، اولعوا يلا مع بعض. ومع رحيل اخر جندي بريطاني من فلسطين اعلن اليهود قيام دولة اسرائيل. طب يا مستر هي الدول العربية دورها ايه؟ هتسيب فلسطين الارض العربية الشقيقة تحتل؟ هقول لك وهنا بدأت تتحرك الجيوش العربية، بدأت تتحرك الجيوش العربية ضد اسرائيل. فالمهم هتحصل عركة ما بين الجيوش العربية وما بين اسرائيل. مين بيساعد اسرائيل؟ اقوى دولة في العالم وهي الولايات المتحدة. طب مصر هي الجيوش العربية اتحركت ليه؟ عشان خاطر حاجتين، علشان تنقذ الشعب الفلسطيني من ظلم اليهود اللي كانوا عاملينه فيه، تاني حاجة علشان تساند وتقف جنب الشعب الفلسطيني. ومن هنا بدأت الحرب وخلاص الجيوش العربية كانت حققت انتصارات وكانت هتنتصر في الحرب، لولا ان الولايات تدخلت وراحت لمجلس الامن وقالت له يا مجلس يا امن لو سمحت ممكن توقف لي الحرب، اصلي معلش اسرائيل محتاجه ترتاح شويه وبرضه العرب يرتاحوا. فالمهم قالت عايزين نوقف الحرب ونعمل هدنه لمده شهر وبشرط لا العرب يستعدوا ولا اليهود يستعدوا. جميل جميل، ولكن طبعا احنا عارفين ان اليهود غدارين وما بيلتزموش باي كلام. وبعد ما وقف الحرب بدا اليهود ان هم يستعدوا وبدا ان هم يجهزوا نفسهم، يجيبوا اسلحه، يتدربوا، وبعد كده اكتملت الحرب. واول ما اكتملت الحرب ظهر تفوق طبعا اليهود، ما هم كانوا عمالين يستعدوا، ظهر تفوق اليهود وادوا الجيوش العربيه على وشهم زي ما قلنا قبل كده في الحصه اللي فاتت، زي ما حصل في كروان مشاكل في فرح وقصه، اتدغدغت الجيوش العربيه. طب مستر وبعدين كده الجيوش العربيه اتهزمت، ايه الحل؟ الحل مفيش حل. اتهزمت الجيوش العربية في حرب فلسطين، وعلشان كده اليهود استولوا على جميع أراضي فلسطين ما عدا 3 أماكن. غزة إدارة مصرية، الضفة الغربية أردنية، القدس اتقسمت ما بين العرب وما بين اليهود. ندخل بعد كده على قصة جديدة وهي العدوان الثلاثي على مصر سنة 56. 3 دول جايين يحتلوا مصر. ايه ده مستر 3 جايين يحتلوا مصر؟ ده 3 على 1 مش رجوله. اقول لك روح قول له 3 جايين يحتلوا مصر، بريطانيا، فرنسا، اسرائيل. كل واحده من دول كان ليها سبب ان هي تيجي تحتل مصر. فرنسا بسبب ان مصر وقفت جنب الجزائر اللي اصلا فرنسا كانت محتلاها. انجلترا بسبب الدرس الاولاني تأميم قناة السويس، ان احنا اخدنا منهم وحولنا قناة السويس لإدارة مصرية. اسرائيل بسبب ان الشعب المصري لسه من شوية كان واقف جنب الشعب
الفلسطيني. وده الثلاث اسباب بتوع الثلاث دول ان هم يجي يحتلوا مصر. طب وبعدين يا مصر ايه اللي حصل؟ هقول لك بريطانيا وفرنسا انجزوا بعض ودخلوا احتلوا بورسعيد. اسرائيل راحت احتلت شبه جزيره سيناء. طب مستر ثواني، هم هيقدروا ان هم يحتلوا مصر؟ هقول لك لا، هيفشل وهيطلعوا بره. طب يا مستر ايه الاسباب اللي خلت ان هم يفشلوا؟ اول حاجه ان الجيش والشعب المصري وقفوا مع بعض ايد واحده. تاني حاجه ان الشعوب العربيه ما سابتش مصر لوحدها ووقفت معاها. بعد كده ان الامم المتحده والاتحاد السوفيتي الاثنين هددوا وقف العدوان، وبكده فشل العدوان الثلاثي. ويا مصر بعد كده اللي حصل ساعتها انسحبت اسرائيل من سيناء وانسحبت بريطانيا وفرنسا من بورسعيد. وهنا الشعوب العربية أدركت إن في خطر كبير عليها. فإيه اللي حصل يا مصر؟ ساعتها مصر وسوريا قالوا نبقى إيد واحدة ونتحد مع بعض، وحصلت وحدة ما بين مصر وسوريا سنة 1958. أي نعم ما قعدتش كتير، قعدت 3 سنين واتفشكلت خالص. نغير قصتنا وندخل في قصة جديدة، وهي العدوان الإسرائيلي على مصر سنة 1967. إسرائيل ما كانتش سالكة لمصر من ساعة ما فشل العدوان الثلاثي، وكانت معبية لمصر وقالت أنا مش هسيبك يا مصر. وهنا إسرائيل هتبدأ إن هي تفكر إن هي تحتل مصر. ليه يا مصر؟ أولاً عشان تقضي على قوة مصر، وهتحاول على قد ما تقدر إن هي تاخد مصر والجيوش العربية وتديهم على وشه. ليه يا مصر؟ علشان الجيوش العربية ومصر ما كانوش مستعدين لأي حرب أصلاً، فبالتالي قالت أنا هدخل أحتل مصر. فالمهم عملت يا مصر، هقول لك جابتها بشكل غير مباشر. ازاي؟ اسرائيل نكشت مصر. ازاي يا مصر نكشت مصر؟ حطت القوات بتاعتها على حدود سوريا. كده مصر ايه علاقه مصر بسوريا؟ هقول لك ما هو كان في وحده ما بينهم. طب يا مصر ما الوحده دي اتفشكلت. هقول لك بس في اتفاقيه ما بينهم اسمها اتفاقيه الدفاع المشترك، فلازم مصر تقف جنب سوريا. فالمهم بدأت مصر تبعت قواتها على شبه جزيرة سيناء، وراحت مصر قفلت خليج العقبة. ليه يا مصر؟ وده سؤال مهم، علشان خاطر مفيش مساعدات توصل لإسرائيل، يبقى الإحكام الحصار الاقتصادي على إسرائيل. الصبح يوم 5 يونيو 1967 والمصريين نايمين، مرة واحدة صحوا. في إيه؟ إيه الضرب ده؟ ومن هنا إسرائيل بدأت إن هي تضرب المطارات المصرية، واحتلت 5 أماكن: غزة والقدس وسيناء، ضفة غربية وجولان اللي موجودة في سوريا. دي نتائج حرب 67 إن إسرائيل استولت على 5 أماكن دولت. طب مستر ثواني، هي الجيوش العربية اتهزمت ليه؟ هقول لك عشان عندي كده سبب. واحد ماسك المسدس والتاني ماسك سكينة. مين اللي هيكسب؟ يبقى ده أول سبب. التفوق العسكري كان لصالح إسرائيل، وخاصة في السلاح الجوي الطيارات. تاني حاجة إن إسرائيل بتساعدها أقوى دولة في العالم اللي هي الولايات. تالت حاجة إن الجيش المصري ما كانش مستعد ولا كان عنده استعداد إن هو يدخل حرب أصلا. رابع سبب وإن إسرائيل استغلت إن مصر نايمة وراحت ضربت المطارات المصرية، وده استخدام عنصر المفاجأة. شبه ما انت كده لما تكون قاعد مرة واحدة ويجي واحد يضربك على قفاك، فبالتالي هو كده من الآخر حط عليك من قبل ما يدخل العركة. وده اللي حصل بالظبط. بعد ما هزمت الجيوش العربية في حرب 1967 واتهزمت مصر، مجلس الأمن طلع قرار مهم اسمه 242. القرار ده بيقول ايه؟ انهاء الحرب، مفيش عراك هنا، محدش هيتعارك هنا، وان كل دولة وكل طرف هيحترم الطرف الثاني، وان انت يا اسرائيل هتنسحبي من الاراضي اللي انت احتلتيها في 67. طب وبعدين يا مصر؟ هل اسرائيل وافقت؟ اسرائيل قالت لك انا ما بسمعش كلام حد، انا مش هسمع كلامك، انا هعمل اللي انا عايزاه وهفضل محتليه الاماكن دي. مصر اقول لك مصر وافقت، ولكن ما تنفذش قرار 242 عشان اسرائيل ما بتكبرش لحد. ومن هنا مصر أدركت إن محدش هيجيب لها حقها، وإن هي لازم تاخد حقها بإيديها. فمصر قالت أنا هبدأ إن أنا أجهز الجيش عشان آخد حقي بنفسي. دخلت مصر في مرحلتين: مرحلة الصمود والتصدي ومرحلة الاستنزاف. نتكلم عن الصمود والتصدي. مصر استطاعت ان هي تهزم الجيش الاسرائيلي وتمنعه ان هو يدخل مدينه بور فؤاد في معركه اسمها معركه راس العش. اطلعي بره اسرائيل، وقدرت ان هي تطلعها. تاني حاجه ان مصر بدات ان هي تضرب مدمره مشهوره جدا لاسرائيل اسمها المدمره ايلات. بدات مصر تحدف الصواريخ
ودمرت المدمرين، وده كده الصمود والتصدي. تاني مرحله مرحله الاستنزاف. يعني ايه يا مستر كلمه استنزاف؟ استنزاف ان انا احاول ان انا اضعف في اللي قدامي لغايه ما يبقى ضعيف واقوم حاطط عليه، او اضربه من تحت لتحت لغايه ما الاقيه ان هو خلاص ما فيهوش نفس واديه الضربه الجامده. وده اللي عملته مصر بالظبط. وهنا مصر عملت حاجتين في حرب الاستنزاف. اول حاجه بنت حائط صواريخ، حائط صواريخ مترص جنب بعضه علشان تمنع اي طياره اسرائيليه ان هي تدخل لمصر. اي طياره اسرائيليه جايه تدخل لمصر صاروخ وقعها على طول في ثانيه الا ثانيه. دي اول حاجه. تاني حاجه مصر بدات ان هي تضرب على اقوى خط دفاع في العالم. ايه ده مصر؟ اقوى خط دفاع في العالم؟ ده اللي اسرائيل اللي كانت بتقوله، وهو خط بارليف. بدات ان مصر تضرب على خط بارليف، وعلشان كده مين حبيبه اسرائيل؟ الولايات اتدخلت وطلعت مبادره اسمها مبادره روجرز. ايه هي المبادره دي؟ نوقف اطلاق النار. يا مصر ما تضربيش على اسرائيل، ونبدا ان احنا نحل الموضوع ما بيننا بالكلام. عندي ضابط مشهور جدا استشهد في حرب الاستنزاف، وهو الفريق عبد المنعم رياض. وبكده بعدها على طول توفى الرئيس جمال عبد الناصر، وهيتولى الرئيس محمد أنور السادات. ومن هنا هتبدأ قصة كفاح جديدة ضد إسرائيل، وهتبدأ مصر إن هي تاخد بحقها في حرب أكتوبر 1973، وإزاي اتضربت إسرائيل، وإزاي إحنا كمصريين رجعنا رجوليتنا ورجعنا أرضنا وأخدنا بحقنا. وإحنا عارفين إن المصري عمره ما بيسكت عن حقه، وده اللي هنشوفه مع بعض الحصة اللي جاية. سلام. النهارده هنتكلم عن حدث غير مجرى التاريخ. يوم الجيش والشعب المصري قدروا ان هم يثبتوا ان الإرادة أقوى من أي هزيمة حصلت. بعد 6 سنين من النكسة جاء يوم 6 أكتوبر، ومن هنا هنتكلم عن حرب أكتوبر، وهيبقى فيها أحداث مختلفة عن كل الأحداث اللي في العالم. يوم الذكاء، يوم الشجاعة، يوم الصمود. الحرب دي مش بس استرجاع أرض، دي قصة كرامة وعزة ووطن. هنتكلم النهاردة على حرب 6 أكتوبر. الحرب دي حرب العزة والشجاعة والكرامة. يوم ما قدر الجيش المصري ان هو يرجع كرامته ويزيل نكسة 67. الحرب دي كانت ما بين مصر وسوريا ضد اسرائيل. طب مصر ايه اسباب الحرب دي؟ اسرائيل كانت رافضة كل انواع السلام، ورافضة ان هي تنسحب من الاراضي اللي احتلتها في 67 اللي احنا اتكلمنا عليها الدرس اللي فات. زائد ان مصر وسوريا مصممين ان هم ياخدوا بحقهم، ومصممين ان هم يرجعوا ارضهم. طب مصر ايه اللي هيحصل؟ هنبدا بقى نحكي ونشوف اللي هيحصل بالظبط. هتبدا مصر ان هي تستعد للحرب، هتبدا ان هي تعمل استعدادات جواها، يعني استعدادات داخليه. زي ايه؟ اول حاجه رفع الرقابه عن الصحف. بدات مصر ان هي ترفع الرقابه من على الجرايد. ليه؟ كل ما ترفع الرقابه من على الجرايد كل ما يبقى فيه استقرار في مصر، وان العدو ما يحسش بتوتر او ان انت بتعمل حاجه. فبالتالي مصر مش عايزه تحسس اسرائيل باي حاجه بتعملها، ودي كده اول حاجه رفع الرقابه عن الصحف. تاني حاجه مصر اصدرت دستور جديد، في قوانين جديده تمشي بيه البلد، ده دستور 1971. تالت حاجه القضاء على مراكز القوه، ان ساعتها قبل الحرب كان في كذا مكان ليه قوه في مصر، فده الوقت اللي لازم نوحد فيه كل القوه، وبدل ما نبقى متفرقين كأطراف في الجيش ان احنا نتوحد كلنا، تبقى قوه واحده وايد واحده ضد العدو الصهيوني. رابع حاجه ان احنا كمصريين نبدا ان احنا نجهز الجيش، نبدا ان احنا نجهز الجندي المصري، وازاي يقدر ان هو يمسك السلاح، وازاي ان هو يقدر يضرب ضد العدو الصهيوني ضربه عمرها ما بترجع تاني. كل ضربه كان بيضربها كان بيرجع فيها كرامته. بنبدا ان احنا نجهز الجيش كدبابات، كمدافع، كطيارات، كل ده. دولت كده الاربع استعدادات الداخليه جوه. نيجي نتكلم بعد كده على الاستعدادات الخارجيه. ايه يا مستر الاستعدادات الخارجيه؟ ان مصر والدول العربيه لازم يقعدوا مع بعض ويصفوا اي خلافات. السعوديه زعلانه من مصر يتصالحوا، المغرب زعلانه من تونس يتصالحوا، سوريا زعلانه من الاردن يتصالحوا. اهم حاجه نعمل تصفيه للخلافات، وان احنا نبقى ايد واحده عشان نقدر نقف في وش اسرائيل في حرب 6 أكتوبر. حرب 6 أكتوبر اتعملت في نفس اليوم بتاع عيد الغفران بتاع اليهود.
ساعتها اللي كان ماسك مصر الرئيس محمد أنور السادات. الرئيس السادات مسك السفارة ويدى إشارة ببدء الحرب. ساعتها الضابط محمد حسني مبارك طلع بالطيارة وقام بضربة جوية ناجحة على إسرائيل، ومن هنا بدأ عنصر المفاجأة وبدأت الحرب على إسرائيل. ساعتها كتير من الدبابات بدأت إن هي تعبر لشبه جزيرة سيناء اللي كانت إسرائيل واخداها من مصر في 67، وقدر المصريين عن طريق خرطوم مية إن هم يهدموا خط بارليف من أقوى الخطوط الدفاعية ودمرناها في 6 ساعات. حين تمكنت القوات المسلحة المصرية من اقتحام مانع قناة السويس الصعب واجتياح خط بارليف المنيع وإقامة رؤوس جسور لها على الضفة الشرقية من القناة، بعد أن أفقدت العدو توازنه كما قلت في 6 ساعات. ومن بعد كده بدأ المصريين إن هم يكتفوا الإسرائيليين وتم أسر الكثير من الجنود الإسرائيليين، وبكده تعرضت إسرائيل لكتير من الخسائر وتحطمت الكثير من الطيارات الإسرائيلية، وبكده قدر المصريين إن هم يسترجعوا جزء من حقهم في أرض سيناء وتم رفع العلم المصري. في نفس الوقت هنبدأ إن إحنا أكننا بنتفرج على شاشة. اتفرجنا على النص الأولاني بتاع أحداث الحرب ما بين مصر وإسرائيل، تعال نخش بقى ونشوف ما بين سوريا وإسرائيل. سوريا بدأت الحرب في نفس الوقت بتاع ضرب مصر، وبدأت الطيارات السورية تعدي إلى هضبة الجولان اللي كانت محتلة من 67، وده سهل إن المدافع تبدأ إن هي تخش، وقدرت المدافع السورية إن هي تدمر خط الدفاع الإسرائيلي اللي كان موجود في سوريا، اللي هو كان زيه في مصر في خط بارليف، ولكن في سوريا اسمه خط ألون. وبكده تعرضت إسرائيل لكتير من الخسائر، علشان كده مسكت التليفون، الحقيني يا أمريكا. كده عرفنا إزاي مصر وسوريا قدروا إن هم يضربوا إسرائيل وقدروا إن هم يتغلبوا عليها ويدوها، مش هقول علقة، هقول أكتر من كده. وبكده نكون خلصنا الجزء بتاعنا البسيط وتابعنا في الجزء الثاني. السلام عليكم. طيب مستر، هل العرب كان ليهم دور مع مصر؟ هقول لك طبعا ليهم 3 أدوار. ليهم دعم مالي وعسكري وسياسي. الدعم المالي والعسكري ان الدول العربيه بدات ان هي تدي فلوس واسلحه لمصر، ومن اشهر الدول دي السعوديه والجزائر. طبعا في ليبيا، تونس، المغرب، دول كتير بدات ان هي كانت بتساعد مصر وسوريا في الحرب. نيجي بعد كده على 3 أنواع من الدعم، وهو الدعم السياسي. وزراء النفط اللي هم وزراء البترول بتوع العرب اجتمعوا مع بعض في الكويت وقعدوا يتغدوا، وبعد ما خلصوا غدوايه شربوا الشاي الزردة وبداوا ان هم يتكلموا مع بعض، وقرروا حاجتين. اول حاجه ان هم هيقللوا انتاج البترول، تاني حاجه ان هم مش هيصدروا بترول لامريكا خالص. ايه ده مستر ليه؟ علشان امريكا بتساعد مين؟ اسرائيل، يبقى حظر الصادرات الى الولايات بسبب مساعدتها لاسرائيل. نيجي بعد كده نتكلم عن دعم الولايات لاسرائيل. اول حاجه الدعم العسكري. ازاي امريكا ساعدت اسرائيل؟ اول حاجه بدات امريكا ان هي تعمل طيارات حوالين بعض علشان يقدروا ان هم يوصلوا المساعدات لاسرائيل، يبقى قامت جسر جوي عشان تقدم المساعدات لاسرائيل. تاني حاجه امريكا ادت معلومات مهمه جدا لاسرائيل عن حته اسمها الدفرسوار. ايه ده مستر؟ ايه الحكايه دي؟ الجيش المصري كان واقف وكان في فرق ما بين القوات بتاعته، كان في حته فاضيه ما بين القوات بتاعته. علشان كده اسرائيل اخذت المعلومات دي من الولايات، بدات ان هي تدخل من الحته اللي فاضيه، فاحدثت ثغره الدفرسوار. الدعم المالي ده سهل طبعا، الولايات قالت لها يا اسرائيل خدي شويه فلوس. نيجي بعد كده على الدعم السياسي. هو يا مستر مين طحنا مين؟ مصر ماسكه اسرائيل وطحناها، وهاتك يا ضرب هاتك يا ضرب هاتك يا ضرب. علشان كده مين حبيبه اسرائيل؟ امريكا. امريكا مش هتشوف اسرائيل بتتضرب وهتسكت، فامريكا هتبدا ان هي تروح لمجلس الامن تقول له يا مجلس يا امن، عيب اللي بيحصل في اسرائيل ده، عيب والله، عيب عليكم انتوا قاعدين بتتفرجوا. فعشان كده مجلس الامن اتدخل وطلع قرار 338. القرار ده بيقول ايه؟ وقف الحرب وهنبدا ان احنا نخليها بالكلام، يعني بدء المفاوضات. بعد ما خلصنا احداث حرب اكتوبر واتكلمنا عن الدعم، نيجي نتكلم عن نتائج حرب اكتوبر.
حرب اكتوبر وضحت ان مفيش حاجه اسمها خط دفاع يا اسرائيل، وان الاسطوره بتاعت الدفاع اللي انت كنت عاملاها انهارت في ثانيه لثانيه، وده رجع ثقه الجندي المصري، وبكده تحطم اسطوره الجيش الاسرائيلي، وبكده انتهاء نظريه الامن الاسرائيلي، ان انت يا اسرائيل عمرك ما هتفضلي امنه، بالعكس هتفضلي طول عمرك قلقانه، وان شاء الله هيجي وقت ومش هتبقى موجوده نهائيا. بعد كده من النتائج انتهاء حاله اللا سلم واللا حرب. يعني ايه يا مستر؟ يعني احنا قبل حرب اكتوبر من 76 عشنا كذا سنه عباره عن 7 سنين عباره عن توتر، لا احنا عايشين في سلام ولا احنا بنحارب، فبالتالي الحرب اكتوبر دي خلت ان يبقى في انتهاء للحرب وبدء المفاوضات زي ما انا لسه قايل لك، فبكده نهاية حاجة اسمها اللا سلم ولا حرب، وان خلاص هنبدأ يبقى في استقرار ونعيش متمزجين ومرتاحين. كمان من النتائج ان الحرب دي بينت ان البترول اللي استخدموه العرب كان ليه دور كبير، وان هو كان سلاح في حرب اكتوبر، وان هو اثر وكان ليه تغيير كبير في انتصار الحرب. كتير من المصريين كان ليهم دور في حرب اكتوبر، وكتير منهم كان ليهم بطولات كبيره، وطبعا مش هنقدر ان احنا نوفيهم حقوقهم ونقدر نتكلم عليهم كلهم، فهنتكلم عن بعض الشخصيات. اول واحد المشير احمد اسماعيل. المشير احمد اسماعيل كان وزير الحربيه وبعد كده بقى قائد الجيش، قائد القوات المسلحه. مين يا مستر المشير احمد اسماعيل؟ بكل اختصار هو اللي قاد الحرب، زائد ان هو حط خطه الخداع. ايه يا مستر خطه الخداع دي؟ ان احنا كنا مبينين لاسرائيل في الحته دي ان احنا مش بنستعد، وان احنا بنستعد في حته تانية خالص، فاللي قاد خطه الخداع هو المشير احمد اسماعيل. زي يا مستر تعال اقولها لك بس هي مش عليك في المنهج. كان في جنود مصريين يلبسوا الشورت وينزلوا البحر، جنود مصريين تاني ماسكين قصب وعمالين يقشروا في القصب، مصريين تانيين ماسكين كوره وعمالين ماتش كوره. فاسرائيل كل ما تبص ايه ده، هم دول شكل ناس هتحارب، فبالتالي اسرائيل كانت مخدوعه من اللي كانوا بيعملوا المصريين، والمصريين بيستعدوا في مكان تاني. ده هي كده خطه الخداع. يبقى انا عندي احمد اسماعيل خطه الخداع، وكان قائد القوات المسلحه، وبعد الحرب علشان دوره الكبير اخذ وسام نجمه سيناء على دوره الكبير في حرب اكتوبر. تاني شخصيه الفريق سعد الدين الشاذلي، ده اللي وضع خطة الحرب، وده اللي تكتك لإسرائيل، وده اللي قدر إن هو يتغلب بذكائه على الإسرائيليين. وبعد الحرب مصر كرمته وأخذ قلادة النيل العظمى برضه عشان دوره الكبير. ثالث شخصية الفريق محمد عبد الغني الجبسي، ده كان رئيس هيئة العمليات وبعد كده رئيس أركان حرب. المهم ده عمل يا مستر في الحرب، ده اللي قال يلا. ايه ده يا مستر ازاي؟ ده اللي حط الوقت بتاع هجوم القوات المصريه. دول كانت 3 شخصيات: مشير احمد اسماعيل قائد الحرب وخطه الخداع، سعد الدين الشاذلي حط الخطه بتاعت الحرب، محمد عبد الغني الجمسي هو اللي حط توقيت الحرب. طبعا جزء من الشخصيات العظيمه اللي كان ليها دور كبير، وطبعا ما نقدرش ننسى كتير من الشهداء المصريين سواء كانوا شباب او رجال او اطفال اللي راحوا في حرب اكتوبر، ونبدا ان احنا نقرا لهم الفاتحه، وبكده نكون خلصنا حكايه حرب اكتوبر، ونتقابل في حكايه تانيه. سلام. السلام عليكم ورحمة الله. حبايبي واخواتي في كل مكان، رجعنا لكم مرة تانية بقصة جديدة. من سنة 81 لسنة 2011 30 سنة الشعب عمال يعبي جواه، عمال يعبي من ظلم، من فقر، من فساد، من بطالة، من غلو معيشة. كل دي حاجات خلت الشعب ان هو مش طايق نفسه. علشان كده كتير من الشباب كانوا قاعدين على السوشيال ميديا، سواء كان فيسبوك، تويتر، بدأوا ان هم يتكلموا مع بعض، وقرر الشباب وقرر الشعب ان هم ينزلوا مظاهرات ضد النظام اللي كان موجود 30 سنة، نظام محمد حسني مبارك.
قعد 30 سنة ماسك حكم مصر، وفي أخطاء كتيرة وفي أحداث كتيرة هنعرفها بالظبط. الشعب بعد ما قعد على السوشيال ميديا قرر إن هو ينزل يوم 25 يناير 2011 في عيد الشرطة يعكنن على الشرطة المصرية، وقرر إن هو ينزل يتظاهر ويعبر عن رأيه إن هو مش عايز نظام محمد حسني مبارك. إيه اللي حصل؟ بص معايا، نزلت المظاهرات في كل مكان، وخاصة بدأت عندي من القاهرة العاصمة في ميدان من أشهر ميادين مصر، ميدان التحرير. اتجمع الشباب في ميدان التحرير، وبعد كده بدأت تسمع المظاهرات في كل محافظات مصر، اسكندرية، دمياط، السويس، كل المحافظات بدأ الشعب المصري إنه ينزل الميدان، واجتمع في أكبر عدد للمصريين في جمعة الغضب. جمعة الغضب 28 يناير دي الاشتعالة بتاعت الثورة، دي بداية الثورة الكبيرة. ده كان أكبر عدد للمتظاهرين في الميادين. الشعب قال لك أنا مش همشي، وقعد الشعب في الميدان واعتصم في الميدان، وأكتر هتاف كان عند المصريين ساعتها عيش، حرية، عدالة اجتماعية. الشعب كان مغلول من جواه، وكان عايز يفضي الغل اللي جواه. ازاي؟ ايه اللي حصل؟ الشعب بدأ ان هو ينزل ويتصارع مع الشرطة، وحصل صراع كبير ما بين الشعب وما بين الشرطة. عشان كده انسحبت الشرطة خالص من الشوارع، وهنا حصلت فوضى، حصل اضطراب امني في كل حته في مصر، بقى في فساد في كل مكان، حراميه انتشروا وما صدقوا طبعا لان ما فيش شرطه، لدرجه ان في حاجه ساعتها حصلت ودي اللي بوظت الدنيا خالص، ان الحكومه بتاعت مبارك فتحت باب السجون للمساجين، ومن هنا بدات المدعكه. ايه اللي حصل؟ كل حته بقت ما فيهاش امن بربع جنيه، يعني مثلا كارفور دخل واتسرق، المحلات دخلت واتسرقت، كل حته بقت بتتسرق. علشان كده الشعب نزل بنفسه علشان يأمن المكان اللي هو قاعد فيه. كل ناس في منطقة معينة اتجمعوا ونزلوا على أول منطقتهم، كونوا حاجة اسمها اللجان الشعبية. ايه هي اللجان الشعبية دي؟ دورها حاجتين، هم نازلين علشان يحموا المنشآت والبيوت بتاعتهم، أحمي بيتي، أحمي عرضي، أحمي شرفي، أحمي كرامتي، علشان مفيش أي حد يدخل عليا وأنا قاعد وقافل الباب ويدخل يهاجم. اللجان الشعبية بدأت تحمي المنشآت وتواجه على قد ما تقدر أعمال السرقة والحرب، بس طبعا الشعب مش قادر يعمل كل حاجة لوحده، علشان كده كان دور كبير من القوات المسلحة. الجيش المصري كان ليه دور كبير في الوقت ده. نزل الجيش المصري إلى الميادين، بدأ إن هو يأمن كل حتة، يأمن الممتلكات العامة، يأمن الممتلكات الخاصة، يحاول إن هو يحافظ على أمن وسلامة الشعب المصري وأمن سلامة المواطن. الثورة دي قعدت 18 يوم، 18 يوم فوضى زي ما احنا قلنا، 18 يوم الشعب مش عايز يمشي، والشعب عايز يسقط نظام محمد حسني مبارك. ومن هنا حاول مبارك على قد ما يقدر ان هو يمتص غضب الشعب، وقال ايه؟ هيهدي الشعب شويه. طلع قال اهدوا يا مصريين ايها الشعب المصري، واحده واحده، مالكم في ايه؟ بصوا، انا هغير الحكومه خالص برئيس الوزراء والوزراء، وهعمل حكومه جديده. اول حاجه، يا عم احنا مش عايزينك انت، امشي ارحل يا مبارك، ما انت عايز تعمل حكومه جديده وانت برضه الرئيس. تاني حاجه قالها ان انا هعين نائب للرئيس، يعني نائب ليا، ما هو برضه نائب ليك وانت برضه الرئيس. يا عم احنا مش عايزينك. وما قدرش نظام مبارك انه يمتص غضب الشعب، وفضلت الثوره مكمله، فضلت الثوره مكمله، واشتعلت الميادين اكتر، واشتعل الثوار اكتر. وعلشان كده في وقت من الاوقات يوم 11 فبراير 2011 طلع واحد واتكلم وقال: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المواطنون، في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد، قرر الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية، وكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإدارة شؤون البلاد، والله الموفق والمستعان. وأول ما سمع الشعب المصري الكلام ده، من هنا بدأت الاحتفالات في كل الميادين، بدأت الاحتفالات في كل البيوت المصرية. فرح الشعب المصري إن هو قدر إن هو يحقق حاجة بنفسه، وقدر إن هو يمشي نظام استمر لمدة 30 سنة. كده مبارك اتنحى
مين اللي هيمسك الحكم؟ اللي مسك الحكم فترة مؤقتة عبال ما نختاره بقى رئيس ونعمل انتخابات الجيش. القوات المسلحة تسلمت السلطة لغاية ما واحدة واحدة بدأنا إن احنا نعمل انتخابات، وبدأ الشعب المصري إن هو ينزل وينتخب لغاية ما تم انتخاب وفوز الرئيس محمد مرسي. معتصمين والحق معانا ضد جماعة بتتحدانا، واشهد اشهد يا زمان. وفوز الرئيس محمد مرسي كان مرشح حزب الحرية والعدالة، فاز بانتخابات 2012. محمد مرسي ما قعدش كتير، قعد يا دوبك سنة واحدة. في السنة دي ما قدرش ان هو يحل مشكلات الشعب، والدنيا برضه فضلت غالية زي ما هي. علشان كده حصل معارضة من الشعب المصري، وناس كتير عرضت محمد مرسي وقالوا له ارحل يا مرسي، احنا مش عايزينك، ارحل يا مرسي، سيب الكرسي. بس برضه مرسي تمسك بالكرسي. علشان كده حصل اختلاف وفتنة، ناس عايزين محمد مرسي وناس مش عايزين محمد مرسي. محمد مرسي مش راضي يتنازل، والمعارضة مصممين على رأيهم. علشان كده هنا لازم تتدخل القوات المسلحة. القوات المسلحة قالت لمرسي وقالت للمعارضة قدامكم أسبوع واحد تحاولوا إن أنتوا توصلوا لصيغة تفاهم ما بينكم والحل. خلال الأسبوع لا مرسي قبل ولا المعارضة قبلت، وعدى الأسبوع، ومن هنا طلع المشير عبد الفتاح السيسي قائد القوات المسلحة وأعلن عزل محمد مرسي. واتعزل محمد مرسي، ومن هنا بدأ الشعب إن هو يفكر في رئيس جديد يحل المشكلات اللي هو عايزها. طب وبعدين؟ اللي تولى فترة مؤقتة قبل ما نعمل انتخابات وهو رئيس المحكمة الدستورية عدلي منصور سنة 2013. عدلي منصور مسك البلد فترة مؤقتة عبال ما الشعب المصري اختار الرئيس عبد الفتاح السيسي. تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي سنة 2014، ومن هنا مصر هتبدأ إن هي تدخل في مرحلة جديدة من التطور ومن السعي ومن التقدم، لغاية ما هنشوف أعمال كتيرة وهتبدأ تنزل بعد كده في التاريخ اللي هيتغير بقى في السنين اللي جايه. كده هنتكلمنا عن ثورة 25 يناير مشينا فيها مبارك، واتكلمنا عن ثورة 30 يونيو 2013 اللي تعين فيها بعد كده الرئيس عبد الفتاح السيسي. عايزين نتكلم ونشوف ليه الشعب المصري عمل ثورة 25 يناير 2011. ده مصر من انت قلت لي ظلم وفقر وحاجات كتير جدا، هقول لك تعالى بقى ناخد الاسباب بالتفصيل. اول سبب سوء الاحوال الاقتصاديه. اقتصاد مصر كان بايظ ساعتها والدنيا غاليه زي ما احنا قلنا. طب ليه؟ بسبب 2 سياسه الانفتاح الاقتصادي. يعني ايه؟ سياسه الانفتاح الاقتصادي معناها ان احنا نفضل نستورد من غير ما نصنع خالص. تاني حاجه التطبيق الغير سليم لسياسه الخصخصه. ايه الخصخصه دي؟ بص، سياسه الخصخصه دي ان انا بحول حاجه حكوميه ملكيه عامه لملكيه خاصه. دلوقتي في مصنع، المصنع ده بتاع الحكومه عايزه تبيعه، فبتبيعه لرجل اعمال. فبدل ما بيتصنع تيشيرتات مثلا وتبيع التيشيرت ب 50 جنيه، دلوقتي المصنع بتاع رجل الاعمال بقى يبيع التيشيرت ب 100 جنيه. يبقى كده ايه اللي حصل؟ ارتفع الاسعار. وبدل ما المصنع ده كان شغال فيه 20,000 وهو تبع الحكومه، جه البيزنس مان قال لك ايه؟ لا انا مش عايز 20,000، مش هدفع مرتبات لكل ده، خلي 10,000 بس اللي بتشتغل. وبكده في 10,000 قعدوا من غير شغل، يعني البطاله. يبقى سياسه الخصخصه ادت الى 2: ارتفاع الاسعار وارتفاع عدد البطاله. ثاني سبب للثوره سوء الاوضاع الاجتماعيه. علشان ساعتها كان في ايه؟ الشعب كان متقسم لحاجتين: اما طبقه غنيه او طبقه فقيره مش لاقيه تاكل. يبقى زياده الفوارق اللي ما بين المجتمع، وده سببه غياب العداله الاجتماعيه. مفيش عداله اجتماعيه، ما بنوزعش الثروات بشكل صح، ما بنديش مرتبات بشكل صح. ثالث سبب عندي سوء الأوضاع الصحية والتعليمية. الصحة في النازل والتعليم رايح في 60 داهية. رابع سبب للثورة العمل بقانون الطوارئ. قانون الطوارئ ايه هو قانون الطوارئ؟ من 1981 من اول ما مسك محمد حسني مبارك لسنه 2011، يعني 30 سنه وهو مطبق قانون الطوارئ. قانون الطوارئ ده اللي هو كان ممكن اي حد يطلق وهو ماشي في الشارع ويتحبس من غير اي قضيه خالص. فده كده كان رابع سبب العمل بقانون الطوارئ.
خامس سبب واخر سبب للثوره ان الشعب المصري اتفاجئ بحاجه. اتفاجئ بايه؟ كان في انتخابات معموله سنه 2010، انتخابات مجلس الشعب. مره واحده بنبص لقينا اللي فاز بانتخابات مجلس الشعب حزب اسمه الحزب الوطني اللي كان مؤسسه مصطفى كامل الترم الاولاني بالظبط. طب ايه المشكله؟ الحزب الوطني فاز. ما هو فاز بنسبه مش عاديه، فاز بنسبه 97%. طب برضه ايه المشكله؟ ما هو الحزب الوطني ده كان حبيب الحكومه، والحزب الوطني ده فاز بمجلس الشعب. فهل حبايب الحكومه هيعترضوا على الحكومه؟ طب ازاي؟ علشان كده مجلس الشعب كان يخلو من اي معارضه. يبقى دول كده الخمس اسباب ليه ثوره 25 يناير 2011. وبكده ثورة 25 يناير هي ثورة فريدة ومختلفة عن باقي الثورات اللي احنا درسناها، مختلفة عن الثورة العربية، عن ثورة 1919، عن ثورة 23 يوليو اللي احنا خدناها في أول درس، مختلفة عن كل الثورات دي. ليه مختلفة؟ عشان دي كانت أول ثورة تقوم بناء على التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي زي الفيسبوك، التويتر، اليوتيوب، كل الكلام ده. وبكده نكون خلصنا درس بيتكلم عن أهم الثورات في التاريخ الحديث، ونتقابل في ثورة جديدة، ده لو حصل ثورة جديدة، وفي تاريخ جديد، وفي درس جديد. السلام عليكم.